ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. فيديو النهارده هقول لك على افضل اعدادات في لعبه بيس موبايل. اعدادات جامده جدا جدا جدا، والاعدادات دي الصراحه يا اخوات اعدادات خرافيه، وفي ناس كتير بتلعب بيها ومن ضمنهم يوتيوبر كتير. فالصراحه يا اخوات الاعدادات دي هتنفعك جدا جدا، بالذات لو انت لسه مبتدئ في بيس موبايل. فمن غير ما اطول عليكم من غير لك كتير، ما تنساش لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك واشتراك وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل تذكر الله في كومنت وتشير الفيديو بين كل اصحابك واخواتك عشان كله يستفيد، وتنضم لجروب التيلي. هتلاقي بنقدم هناك تسريبات وحاجات جامده جدا جدا ومسابقات. وعلى كده في مسابقه شغاله على حساب نار جامد جدا جدا، هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف، وسايب لك برده شويه الرابط في الوصف بتاع الفيديو او في اول كومنت. هتلاقيهم شويه رابط عن مثلا الباتش بتاع بيس وكده يعني. فاهم يا اخواتي؟ فمن غير ما اطول عليكم يلا بينا تعالى اقول لك على الاعدادات على طول. اوكي يا اخواتي، هنروح على اضافات على طول، بعد كده على اعدادات اللعب، بعد كده اعدادات اللعب كمان مره. تمام يا اخواتي، اول واحده دي لو معمول عندك اللمس والسحب خليها على كلاسيكي. تمام. تاني واحده نوع الزراعه التوجيهي. تمام. دي على حسب مثلا ايه، لو انت عايز اللي بتاع اللي انت بتتحرك بقى دي، لو عايزها تتحرك عايزها ثابته. تمام. انا عاملها على ثابته، تمام، زي ما اغلبيه الناس عاملاها، او على حسب لعبك انت بتحبها ايه. تمام يا اخواتي. ودي اللي هي تغيير المؤشر بتخليها بمساعده، هي بتبقى شبه تلقائي، هتخليها بمساعده. تمام يا اخواتي. تمام. وهو مدى ادخال الحركه اللي هو مثلا ايه، اللي هو الجير اللي انت بتتحرك بيه، عايزه متوسط ولا ضيق ولا واسع ولا عايز اي حاجه من دول. تمام. فاحسن حاجه يعتبر ان لو هتعمله ثابت خليه واسع، لو هتعمله متحرك خليه متوسط. فاهم ازاي؟ يعني الاعدادات دي يعتبر كلها مكمله بعضها. تمام. ونوع التحكم في الدفاع دي لازم 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 تخليها اسلوب الضغط. هي بتبقى عندك قياسي، بس اسلوب الضغط احسن منها بمليون مره. تمام يا اخواتي. وده اعدادات الزر لو عايز مثلا تغير مثلا مكان الازرار كده، لو عايز تغيرهم مثلا مش عارف تلعب بدي كده. فاهم ازاي؟ لو عايز تغير مكان الزراعة وكده. فاهم ازاي؟ وده الدفاع وده الهجوم، بيوريك يعني الزراير وكده. فاهم ازاي؟ وبعد كده ترجع. تمام. وده زر التعتيم، مثلا لو عايز الازرار تكون باينه ولا لا، اعملها على 60 في المتوسط يعني، ولا تكون باينه ولا ظاهره قوي. تمام. ونوع المؤشر واسم اللاعب ده هو بيبقى مفعلها لك مؤشر اللاعب التالي، دي بتبقى متفعله، سيبها زي ما هي. مستوى الهجوم والدفاع دي بتبقى متفعله عندك وتوقفها. تمام. ما تخليهاش شغاله. تمام. ولون القميص ده ومش عارف ايه وده كله مش مهم. تمام يا اخواتي. في مقياس قوه التحمل اهو، دي لازم تفعلها، بتبقى عندك مطفيه عشان تعرف الستاند بتاعت اللاعب، تعرف اللاعب تعب ولا لا، او تعرف تبدل. تمام يا اخواتي. وده تحميل العرض، مرتفع منخفض، ده على حسب الجهاز بتاعك. فاهم ازاي؟ فاهم ازاي يكون جودة الجهاز بتاعك يعني وكده. فاهم؟ لو جهازك راماته عالية وكده تخليها عالية، لو جهازك راماته واطية وكده وبيعلق تخليها منخفضة. تمام يا اخواتي. بعد كده نخش على الرسوم برضو. الرسوم دي يا اخواتي انا من رأيي نعمل لها فيديو لوحدها، بس انا هشرح لكم حاجات مبسطة عنها في الفيديو ده. تمام. الرسوم مرتفعة ده لو معلش يا اخواتي بخصوص التوقف الياما ده، بس انا يعني يعتبر في الشغل وبسجل لكم كانوا في الشغل، فيعني المفروض كده لايك واشتراك على طول. يعني واحد في الشغل وتعبان وطالع وبيسجل لكم، يعني شوف سبحان الله. المهم لو مرتفعة، لو جهازك من 6 رام ل 8 رام تخليها مرتفعة، من 3 ل 4 رام هتخليها قياسي. تمام يا اخواتي. او اقل من كده هتخليها منخفضة، ولا اقل يفضل جودة اللعب. تمام. تمام يا اخواتي. يعني في اغلبيه الوقت بتخلي 60، الا بقى اللي ركز معاه لو انت بتلعب على الاقل يفضل الجوده دي لازم تخلي ده 30، لازم تخلي ده 30. فاهم ازاي؟ فاهم كلامي؟ تمام يا اخواتي. تمام. بعد كده هنرجع يا اخواتي. تمام. ودي اللغه مثلا لو عايز اي تختار اي لغه تغير اللغه بتاعت اللعبه. تمام يا اخواتي. وده الصوت، لو عايز توطي صوت التعليق، صوت ارض الملعب، صوت الملعب ذات نفسه، المؤثرات الصوتيه، مستوى صوت الموسيقى، ده انا مضفيه عشان مش بحب الموسيقى والموسيقى حرام اصلا. تمام يا اخواتي. وتنزيل بيانات التعليق ده اللي هو المعلق، معلق انجليزي، معلق فرنساوي، معلق ايطالي، معلق اسباني، معلق اسباني تاني، معلق برتغالي، معلق برتغالي، معلق اللغة العربية طبعا فارس عوض او مش عارف اسمه ايه. المهم يعني يا اخواتي. واسباني ارجنتيني، واسباني الشيلي. تمام يا اخواتي. يعني في شوية لغات حلوين، وهو اللغة دي اللي هي اللغة اليابانية، هتحمل المعلق بتاع اليابان. تمام يا اخواتي. تمام. وبكده يا اخواتي كنت شرحت لك افضل اعدادات الناس بتلعب بيها واليوتيوبر بيلعب بيها. فما تنسوش لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك واشتراك وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتشير الفيديو بين كل اصحابك واخواتك. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي على خير يا صاحبي. سلام.